صباح الخير. بنقف قدام تلاجة الزبادي محتارين نختار زبادي عادي ولا زبادي يوناني. تعالوا النهارده في الفيديو ده هقول لكم الفرق بين الاتنين. اول حاجه الزبادي اليوناني فيه بروتين اكتر من الزبادي العادي. فعلبه زبادي يوناني واحده بتحتوي على تقريبا 30 جرام بروتين، بما يعادل ربع فرخه. متخيلين؟ كمان لتر الحليب بيعمل 4 أكواب زبادي عادي، لكن بيعمل 2.5 كوب بس من الزبادي اليوناني، وده بيفسر غلو سعره عن الزبادي العادي. ونتيجة لكده فسكر أقل، كرب أقل، سوائل وصوديوم كمان أقل عن الزبادي العادي. البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة اللي موجودة في الزبادي اليوناني أعلى بكتير من الزبادي العادي. والبروبيوتيك طبعا ليه دور مهم جدا في صحة الجهاز الهضمي وصحة الجسم ككل، وكمان ليه دور كبير في تنزيل الوزن. وعشان نختار علبة زبادي يوناني صح لازم تحتوي على الأقل على 6 جرام بروتين لكل 100 جرام، ولازم السكر يكون أقل من 3 جرام سكر لكل 100 جرام. يا رب تكون المعلومات فادتكم. أنا أميرة مرعي. اعملوا سيف للفيديو وهستنى تعليقاتكم، واشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير. وسلام.